محمد رمضان على MBC. هو ده الخبر الأكيد بعد ما نشر بوستر مسلسل الأسطورة على مواقعه في السوشيال ميديا. أكيد طبعا جمهور رمضان متشوق جدا إن هو يحضره بعد المجهود الكبير اللي عمله في التصوير. وعشان نشوقكم أكتر ET بالعربي هيعرض لكم المشاهد الأولية من الأسطورة. كده بتعلم عليا؟ يا باشا العيش ولا كان اللي علم على الداخليه، ده انتوا امنا يا باشا. رغم التكتم الشديد على قصه مسلسل الاسطوره والدور اللي هيلعبه محمد رمضان، الا انه ET بالعربي حصل حصريا على مشاهد بتشوفوها قبل عرضها في رمضان اللي جاي. البلد دي احسن من غيرها. لا غيرها احسن، غيرها بيقدروا اللي بيجتهد، غيرها مش هيحاسبوني عشان امي ست جهله وابويا راجل حداد واخويا واحد زيك. بالظبط، رمضان هيلعب دورين في المسلسل، وفي حاجة لازم تتقال وهي ان الدوبلير في المشاهد المشتركة شبهه لدرجة انكم ما تقدروش تفرقوا ما بينهم. الصغير بيكبر يا رفاعي. صحيح انه رمضان بيقدم شخصيتين، لكن كل واحدة فيهم جواها تناقضات كتيرة هتصعب من مهمة رمضان، فهنشوفهم ساعات قاسيين واللي بيعمل ما بيقولش، وساعات اكتر طيبين. بحبك يا بنت الكلب. طب اعمل ايه؟ الشخصية الرئيسية هتكون ناصر الدسوقي اللي بيجري ورا حلمه اللي ما بيتحققش نتيجة أفعال أخوه رفاعي المتورط في أعمال إجرامية. قلبة رفاعي الدسوقي وحشة أوي يا باشا. لكن لظروف هنخليها لوقت العرض تحولات كبيرة هتحصل لناصر، وهيبقى نسخة تانية من رفاعي لدرجة صعب نفرق ما بينهم. دول الحتتين اللي كنت متفق عليهم. طول عمرك مخلص يا ناصر. الحب أكيد هنشوفه في الأسطورة، وأهم القصص هتكون بين ناصر وشهد. بحبك يا ناصر. بس يا بنت انا اسف يا عم رضا، اللي بتأدي شخصيتها الممثلة الشابة مي عمر مرات المخرج محمد سامي اللي اعتمد على وجوه كتيرة شابة في المسلسل ده، واللي منهم كان جلال الزكي اللي هيقدم دور مهم. فهو بدأ مشواره كمصور وانتقل للتمثيل بعد كده. كفاءة اخرج من هنا بالذوق بالعافية، انما مش عايز اصغر الراجل ده. وطي صوتك يا ابني واحترم نفسك. انت فاكر نفسك في الشارع؟ لا فاكر نفسي في الاسم. اوطي صوتي يا باشا، بس يكون في علمك خدت في المشوار ده يوم خدت فيه تأبيده هتفضل في القلب والعقل يا باشا، وربنا ما يوريك عقل رفاعي الدسوقي لما بيفكر وقلبه لما بيموت. انت بتهددني يالا؟ احب اقول لكم ان جلال هيزعلكم كتير في المسلسل، بس اللي هيزعلكم بقى اكتر منه هيكون وائل نجم اللي هيمثل دور الشر المطلق في العمل ده. المحاولة دي ممكن ما تنجحش. طب وايه اللي يخليها ممكن ما تنجحش؟ مزاجي.